لقيتها اقسم بالله العظيم فاتحه التلاجة واقفه قدامها وفاتحه بقها ومخضوضه من اللي في التلاجة، من اصناف كانت ماما عملتها لي علشان حامل ومش بقدر اعمل حاجه. قلت لها كل ده بتجيبي حاجه ساقعه؟ قالت لي اصل التلاجة زحمه ومش عارفه فين. بعد ساعه كده جوزي جه وجايب فاكهه وبانيه وانا كنت عامله مكرونه، فجوزي دخل سلم عليها وعاد قال لي عامله اكل؟ قلت له مكرونه وعامل بانيه من اللي انت لسه جاي. قال لي لا تعالى ننزل نتعشى بره. قلت له ماشي يا ريت. عزم على زميلتي رفضت. لقيتها بتقول لي استاذنك بس في قطعه بانيه. انا قلت في نفسي هو حد بيشحب بانيه؟ حتى الاكل بصه فيه وكمان بصت في الاكياس اللي جوزي جايبها. افرض انا مش عايز اقضي. اتحركت وقلت لها حاضر ودخلت حمرت لها بانيه ليها ولبنتها وطلعت لها المكرونه اتعشوا ومشي. فجاه لقيت جوزي دايخ ومش قادر يتحرك. ساعدته يطلع السرير ونايم وما نزلناش يوم. وبعد يومين بس رايح اجيب باقي البانيه من الثلاجه علشان اعمله، والله لقيته نتن ورميت. يومها جت بالليل وانا قايله لها ان جوزي موجود وجاب برضه وكانت اختي عندي. المهم جوزي قال لي انا نازل المكتب. راحت قايمه واقفه وعايزه تمشي. جوزي دخل الاوضه يجيب حاجه راحت قاعد. طلع عشان ينزل راحت قايم. اختي لاحظت وراحت قالت له غير لي اللمبه معلش قبل ما تنزل ودخلته